3 لاعبين في قائمة الانتظار الخاصة بنادي الزمالك خلال الموسم القادم. علمنا في أخبار نادي الزمالك اليوم أن هناك 3 لاعبين من أبناء نادي الزمالك تم وضعهم في قائمة الانتظار الخاصة بنادي الزمالك خلال الموسم القادم، حيث أن نادي الزمالك قام بقيد القائمة الأولى بنجاح في الأمس، وذلك بعدما حل الأزمة مع اتحاد كرة القدم المصري وسجل الزمالك 30 لاعب في القائمة. الزمالك وضع 3 لاعبين في قائمة الانتظار، وهم اللاعب الشاب محمد خضري، واللاعب الشاب أسامة فيصل، والمعار للبنك الأهلي، بالإضافة إلى الحارس الشاب محمد نديم. الزمالك في بداية الأمر سجل 22 لاعب، ثم قام بإضافة عدد آخر ليصبح العدد 30 لاعب، بالإضافة إلى هذا الثلاثي والذي تم قيدهم في قائمة الانتظار. القائمة الثانية ستشهد من المفترض إضافة الزمالك لصفقاته الجديدة، والتي من المفترض أن يتم التعاقد معها لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم القادم. وتسعى إدارة الزمالك خلال هذه الأثناء وبكل الطرق لحل أزمة إيقاف القيد مع الاتحاد الدولي لكرة القدم لتسجيل الصفقات الجديدة.